وتحديدا نحكيو على وحدة صحية في مدينة الطبربة تم بنائها باش تكون مركز لتصفية الدم حسب ما بلغنا بطبيعة الحال، ولكن للأسف الفيديو اللي وصل لنا نشوفوا فيه مكان مهمل ومسكر، ويقولوا الأهالي أنه أصبح مرتع للمنحرفين. أكثر تفاصيل عن الموضوع مع المواطن الصحفي نسمة مبروكي. صباح النور، مرحبا على إيفان. صباح الخير اختي، يعطيكم الصحه على اهلا وسهلا بك. مرحبا بك اكثر، يعيشك. قبل ما ندخلوا في الموضوع نحب نشكر اي اف ام سابقه ديما انه باش معناها تفتح الملفات هذيا، ونحب نذكر انه طرقنا قبل الموضوع نتاع مقطع نتاع ماء وكل شيء طرقته اي اف ام، والحمد لله معناها النيابه العموميه حلت تحقيق الموضوع. الحمد لله، هذاك هو واجبنا وهذاك دورنا، وماذا بينا ديما نكونوا مساهمين ان نحسنوا ونصلحوا ونوصلوا القضايا المهمه للراي العام. احنا معك من جديد في طبربه وقاعدين نتابعوا في فيديو على الباج نتاعنا راديو اي اف ام للمركز اللي من المفروض يكون مركز تصفيه الدم. هم فماش وحده تصفيه الدم في طبربه انيس؟ ما فماش وحده لتصفيه الدم في طبربه. هذه الوحده معناها تم تدشينها في 2017 في 2018 وتم التصريح على اساس انها معناها باش تكون حتى معناها على مستوى جهوي معناها، وفجأة بقدرة قادر معناها ولات مرتع للمنحرفين. وقت اللي تم تدشينها في 2017 البناية فقط ما كانش فيها معدات وغيره؟ لا ما فماش معدات، كانت معناها البناية كاملة على اساس معناها باش تدخل معدات وباش تبدا تخدم على روحها وكل شيء، لكن الحقيقه كانت غير هذايا. معناها نشوفوا معناها ان البنايه بيدها معناها تخربت ومعناها في الصور مالوغوزمون السقف طايح، لا فما لا شبابيك لا بيبان، تخربت فعلا بعد 6 سنين تقريبا. ما تمش استغلالها، دونك حتى نهار ما خدمت الوحده هذيا فقط تم تدشين الحيوط والسقف، سقف وقاعد فماش معدات قاعده مسكره. هذيك معناها عباره مسرحيه معناها، سامحني هذايا معناها ولد ضحك على العقول انه معناها تدشني معناها بني كل شيء ومن بعد معناها ما تخدمش شغلها، معناها عباره فما مسرحيه صارت وفما معناها نية مبيتة معناها باش يوهموا الرأي العام انه فما مستشفى معناها وحدة جهوية وكل شيء، لكن للأسف معناها الحقيقة تقول انه معناها فما شبهة فساد، نتحمل مسؤوليتي في الكلام هذاك. بما انه وين تحديدا شبهة الفساد سي انيس؟ شبهة الفساد انه معناها سامحني تم تدشين البنيه معناها فما ماتريال باش يدخل معناها باش تبدا تخدم، لكن الحقيقه انه ما فماش حتى شيء معناها بيتو فما ميزانيه ترصد كيما للبني فما ميزانيه للمعدات. واضح بك سي انيس، احنا يهمنا انه الوحده هذيا تم تدشينها كما قلنا البنايه فقط من غير معدات، يهمنا انه تخدم في الجهه. هل اتصلتوا انتم بوزاره الصحه الجهه المعنيه والمسؤوله؟ حاولتوا تستفسروا كيف بعض المعطيات علاش قاعده مهمه بالطريقه هذه حسب ما قاعدين نشوفوا في الفيديو؟ والله بالنسبه لنا احنا معناها انا تفاجات فيه انا خاطر هي البلاصه جايه معناها متركنا، لكن توا باش نتصلوا معناها باش ناخذوا في اطار حق نفاذ المعلومه وباش نستفسروا علاش الوحده هذيا معناها تم اهمال اثباتها بالطريقه هذيك، وكيف زاد باش نتوجهوا للنيابه العموميه زاد باش نحملوا الناس مسؤوليتها، لانه هذا يسمى اهدار المال العام وكان ثم شبهه فساد زاد باش. هذا قرار من اهل المنطقه في طبربه سيديس؟ نعم، هذا قرار اللي كنت تحكينا فيه من اهل المنطقه في طبربه. هذا بالطبيعه بالنسبه لي انا نحكي لك معناها كمواطن صحفي كرئيس جمعيه صبيت يمكن 8 ولا 9 ملفات فساد عند النيابه العموميه وبالتنسيق مع وزاره العدل. الموضوع هذايا معناها بعد انتم بالضبط باش نصبوا شكاية عند النيابه العموميه وزاد كيف وزاره الصحه باش نحملوهم مسؤوليه معناها. وفما حتى جديد في الموضوع. يقولوا الاهالي حسب شكايه في الغرض يحبوا يفهموا الصحيح من الغلط، واحنا ماذا بينا الوحده هذيا تنطلق في العمل
مبروكي ناشط اجتماعي بيت بوربا من ولاية منوبة يوجه نداء إلى رئيس الجمهورية ووزيرة العدل لضرورة حماية المبلغين عن الفساد، مؤكدا أنه يتعرض للهرسلة بسبب كشفه عن شبهات فساد في استغلال الملك العمومي بيت بوربا وحرمان أبناء الجهة من عديد الممتلكات العمومية التي يقع الاعتداء عليها والإضرار بها وفق تصريحه لموزايك. أنا اسمي مبروكي ناشط اجتماعي من بوربا، نتوجه للسيد رئيس الجمهورية والسيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية أنه يحمينا نحن المواطنين على الفساد. أنا كناشط اجتماعي بعد أني عندي مدة نتعرض للهرسلة والتنكيل وآخرها معناها عندي تحقيق مع الاثنين على خلفية معناها تبليغ الملفات الفساد تتعلق بجهة بوربا، انتهاكات في حق معناها مساحة متاع تثبيت دم معناها في شبهة فساد تم إتلافها بالكامل، كيف مركب تجاري كامل معناها تم إتلافه، مسبح بلدي معناها كان نوع ولا خراب، منتزه نحلي في حق جهة كاملة وفي حق شباب بوربا يتم التنكيل بهم، وبسبب معناها تبليغنا على الملفات هذه ودعوتنا لحماية مقدرات الدولة. اليوم انا نتعرض معناها التنكيل والهرس، لازم حمايتنا على الاقل باش نوصلوا للحقيقه ونمنعوا معناها ما يمكن تمنيعه. تعلمين السيدة وزيرة العدل، نحن نمر بمرحلة دقيقة في تاريخ تونس، ربما من أدق المراحل، وأركز مرة أخرى على دور القضاء في مواجهة كل التحديات، وخاصة بالنسبة إلى ملفات الفساد. أتلقى تقريبا عشرات الملفات المتعلقة بالفساد كل يوم، ولا بد من حماية المبلغين عن الفساد إن كانوا على حق بطبيعة الحال، ولا يتعلق الأمر بتصفية حسابات بين أطراف داخل الدولة، ولكن تتواتر القرائن في هذه الملفات على أن الذين يبلغون عن الفساد يدفعون الثمن باهظا نتيجة لفضحهم لممارسات عدد من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون. فلا بد من إنصاف الجميع بناء على القانون. لا يمكن أن تستقيم الدولة إلا بوضع حد لهذه الشبكات التي تعربد داخل أجهزة الدولة للأسف وفي عديد القطاعات. لا بد من أن يأخذ كل ذي حق حقه في نطاق القانون. مبلغ عن الفساد عبارة في تونس عبارة هز الجمر. المبلغ عن الفساد اليوم يتعرض لانتهاكات